بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء السعادة والوسع والمحبة والسلام والبراح. النهاردة 5/5 ده موعد انطلاق أول حلقة من بودكاست براح. الحقيقة النية اللي عملنا بيها البودكاست ده أو اللي حابين نقدم من خلالها البودكاست ده أنا وكل الضيوف اللي شاركوني الرحلة ولسه إن شاء الله بإذن الله مكملين. النية هي تقديم محتوى هادف، تقديم نفع وقيمة حقيقية، بمعنى ان اللي هيتفرج عليها ان شاء الله او هيسمعها في اي وقت من الاوقات ضروري ان هو يحس باستفادة، يحس ان هو مضيعش وقته على الفاضي. الحقيقة احنا كمان القيمة اللي اتفقنا انا والضيوف ان احنا نقدمها لحضراتكم كانت زي سلسلة من اللقاءات كلها متصلة ببعضها، يعني نقدر نقول ان هو شبه ميني كورس او وركشوب كده فيها معرفة حقيقية ومعلومة مكتملة ووعي شامل للموضوع اللي هنتكلم فيه، بحيث ان احنا لما بنشوف السلسلة مع بعضها، السلسلة عبارة عن 4 حلقات، كل اسبوع بنشوف منها حلقة. الهدف ان احنا من بداية الرحلة بتاعت سلسلة اللقاءات دي لنهايتها حقيقي نبقى لمسنا تغيير، لمسنا وعي حقيقي ومعرفة فعلية نقدر نطبقها في حياتنا ونحس فعلا ان هي يعني اضافت لنا قيمة add value زي ما بيقولوا. فان شاء الله باذن الله احنا موعد الانطلاق النهارده هيكون هنتقابل كل يوم من الاثنين للخميس مع الحلقه دي هتنزل على السوشيال ميديا، على اليوتيوب والتيك توك والفيسبوك وكل المنصات الخاصه بالتواصل الاجتماعي. هننزل كمان اجزاء معينه ريلز منها ان شاء الله. الهدف زي ما قلنا ان احنا نستفيد، واتمنى يعني بلاش، مش بحب قوي اقول اتمنى، بنوي انا وكل الناس اللي شاركتني في العزيزة على قلبي اللي شاركتني في رحلة البودكاست لغاية دلوقتي. احنا صورنا لقاءات الشهر ده زي ما اتفقنا، هو يبقى لقاء اسبوعي كل يوم مع ضيف مختلف بيقدم محتوى مختلف، بيقدم فكرة مختلفة. ان شاء الله مجموعة الافكار دي على بعضها تنال اعجابكم وتدخل على قلوبكم بردا وسلاما، بمحبة وبنفع حقيقي ومحبة حقيقية وتغيير حقيقي. كلنا اكيد محتاجين ان احنا نتغير للاحسن، ومحتاجين ان احنا نكتشف فين مواضع الخلل اللي في حياتنا اللي مخليانا فعلا مش عارفين نعيش السعادة اللي نستحقها. فبإذن الله إن شاء الله تابعونا. إن شاء الله أول حلقة هتنزل النهاردة، هتبقى نبدأ بسلسلة مساحة سلام، هتكون مع كوتش ريهام رأفت، ودي هنتكلم فيها. يعني حبيت ان احنا نبدأ بيها لان هي بوابة العبور للوعي والمعرفة والراحة والسلام. هي مساحة سلام، ازاي ان احنا نحس بالسلام، نبدأ منين، وايه المحطات اللي المفروض نمر بيها عشان في الاخر نوصل ان احنا نعيش سلام حقيقي مع انفسنا ومع اللي حوالينا، مع كل الكون اللي في حياتنا، ازاي ان احنا نقدر نعيش بسلام معاه. بعد كده هنتقابل مع رسائل الكون مع ماستر نرمين الصيفي، ودي هتكون يعني بصراحة محطة مختلفة، وعي مختلف، الوعي الكوني. هو احنا ايه علاقتنا اصلا بالكون ومكونات الكون وتأثير الكواكب علينا وحركة الكواكب وطاقة القمر وطاقة الزهرة وحاجات كتير قوي هنعرفها مع بعض واحدة واحدة، ازاي نستقبل الاشارات اللي الكون بيكلمنا من خلالها ونفك شفرة اللغة دي. بعد كده هنتقابل مع محطة رائعة، هي مع كوتش هند صلاح، ودي اسمها إصلاح، سميناها سلسلة اللقاء دي سميناها إصلاح. عنوانها من العنوان واضح ان احنا هنتكلم على رحلة إصلاح النفس. نبدأها منين، ويعني ايه إصلاح، ونبدأها ليه محتاجين ان احنا نخوض الرحلة دي، وايه الأدوات اللي هتساعدنا ان احنا نلمس الإصلاح ده، وهل الإصلاح في اي حاجة حوالينا في حياتنا لازم وضروري يبدأ مننا. يعني لو انا عايزة اصلح علاقتي بشريك حياتي، عايزة اصلح علاقات العمل، عايزة اصلح علاقتي باولادي، علاقتي بالمال، اي علاقة في الدنيا، هل ضروري قوي ان انا ابدأها باصلاح علاقتي بنفسي؟ مهم جدا ان رحلة الاصلاح في الحياة تبتدي من اصلاح النفس. هنتعلم ادوات كل حاجة واحدة واحدة، وهنطبق حاجات عملية زي ما قلت لكم في الاول. كل مساحة أو عنوان بنتكلم من خلاله، كل ضيف بيقدم محتوى، بيقدم في الحقيقة كورس ومعرفة حقيقية. وهنختمها نتكلم عن الديكور،
ومش هنتكلمه بمنظور فني، احنا هنتكلمه بمنظور نفسي. ازاي نخلي بيتنا حقيقي مكان نرتاح فيه، وايه اللي مخلينا مش عارفين نرتاح قوي في البيت، او لما ندخل نحس بانرجي مش حلوة، او نحس ان احنا مش مرتاحين. هل معنى كده ان احنا محتاجين يعني نقلب البيت كله ونجيب ايتمز جديدة او عفش جديد او كده؟ اطلاقا. احنا هنتكلم على ايه الاضافات البسيطة اللي نقدر نضيفها في البيت، بحيث ان احنا لما يعني نكون في البيت نحس بالامان، ونحس بالراحة، نحس ان هو بيعبر عننا، عن مساحتنا الشخصية، عن هويتنا. ازاي نخلق فيه زوايا كده لكل شخص فينا يحس فيها بالراحة، محتاج ايه في الزاوية دي او في المكان ده عشان فعلا يحس ان هو بيعبر عنه، وبيقدر ان هو يلاقي فيه الراحة اللي بيدور عليها في يومه كله. دي كانت يعني نبذة بسيطة جدا عن سلسلة اللقاءات اللي هنعملها ان شاء الله الشهر ده. انوي ليكوا اكيد وليا انا كمان ولكل الضيوف اللي شاركتنا الرحلة، ان احنا كلنا نعيش السلام الحقيقي، ونعيش الراحة الحقيقية والاطمئنان، ونلاقي البراح اللي كلنا نفسنا نكون موجودين فيه. براح يعني هو مساحة واسعة ملهاش نهاية، مساحة كلها وعي ومعرفة وراحة واطمئنان وسلام ومحبة. انوي ليكم ان شاء الله النفع، واكيد يهمني جدا ان انتوا تكتبوا لنا اقتراحاتكم لو انتوا حابين نناقش موضوعات معينة، وحابة كمان ان انا استقبل تعليقاتكم على كل حلقة. يا رب بإذن الله تدخل على قلوبكم بالنفع والخير والبركة وكل حاجة حلوة. نتقابل على خير.